صلاح جاهين أيقونة المواهب المتعددة والفنان الشامل، وسر شهرته بصلاح جاهين. يلا بينا نعرف الحدوتة سوا. الاسم محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، شاعر ورسام كاريكاتير وسيناريست من مواليد شبرا، بالتحديد في شارع الجميل في 25 ديسمبر سنة 1930. التحق بكلية الفنون الجميلة وسابها بناء على رغبة والده اللي كان بيشتغل في السلك القضائي. والده بدأ كوكيل نيابة ووصل لرئيس محكمة استئناف المنصورة. كتب أولى قصايده سنة 1936 في رثاء شهداء المظاهرات الطلبة في المنصورة. موهبة الرسم أو الرسم الكاريكاتير خصوصا ما ظهرتش عليه في بداياته، لكن ظهرت عليه مؤخرا. اتأثر صلاح جاهين بعمل أبوه كقاضي أو في السلك القضائي، إنه كان بيجوب المحافظات من هنا لهنا. صلاح جاهين ابتدى حياته العملية في جريدة بنت النيل، وبعد كده راح جريدة التحرير، وفي الفترة دي أصدر أول دواوينه كلمة سلام سنة 1955. في منتصف الخمسينات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير في مجلة روزا اليوسف، ثم مجلة صباح الخير، واللي شارك في تأسيسها سنة 1957. واشتهرت شخصياته الكاريكاتيرية جدا جدا زي قيس وليلى، قهوة النشاط، والفهامة، ودرش، وغيرها كتير قوي. ونيجي بقى دلوقتي لسبب شهرته أو أصل حدوتة شهرة محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، والمعلومة دي مش هتلاقوها غير هنا هو معانا في برنامجكم أصل الحدوتة. الاسم السباعي في اسم محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي هو جاهين، والمعلومة دي بناء على فيلم تسجيلي وثائقي. هو قال المعلومة دي وقال لفظ أو اسم جاهين في آخر اسمه، بالتالي هم لقبوه أو درج إن هو يبقى اسمه صلاح جاهين، حتى التوقيع الخاص بيه هو صلاح جاهين. عاش فيلسوف البسطاء زي ما لقبوه كتير من الناس ومتابعينه أو محبينه. بيبدع في مجالات كتير قوي. هو كان فنان شامل، رسام وسيناريست وشاعر ومنتج وممثل في بعض الأحيان، مثل في بعض الأعمال الفنية كتير قوي، وكمان كان ليه مشاركات كتير قوي في موضوع الإنتاج الفني. ونيجي بقى لأعمال صلاح جاهين أو فيلسوف البسطاء زي ما لقبوه. وما ينفعش نتكلم عن أعمال صلاح جاهين إلا لما نفتكر أوبريت الليلة الكبيرة ورباعيات صلاح جاهين. رباعيات صلاح جاهين كانت قيمة وقامة في وقتها بصراحة، وما زالت لحد النهاردة قيمة وقامة. رباعيات صلاح جاهين أثرها كان في المجتمع بشكل مؤثر جدا، عشان كانت بتلمس الناس البسيطة. وطبعا هو أبدع وفي إن هو يستخدم اللغة العامية المصرية في رباعياته، وده كان ليه شكل جديد وأثر كبير جدا 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 على انتشار رباعيات وأثرها. الفنان صلاح جاهين التشكيلي أو الرسام الكاريكاتير رسم كتير جدا من الشخصيات الفنية والعامية والمشهورة، وصار ليه صداقات كتير جدا جدا من وسط الفن التشكيلي، منهم الفنان جورج البهجوري، ومنهم الراحل العظيم الأديب الأستاذ راجي عنايد.